زي هاني رمزي. طب انت يا عم هاني انت راجل نصراني، انت يا هاني يا رمزي راجل نصراني، طب تأدب. انت كده لما تهاجم الاسلاميين كلهم وتشبههم بالخرفان، ما انت كده بتعمل فتنه طائفيه. ولا انتوا لما تقلوا ادابكم احنا نرد يبقى بنعمل فتنه طائفيه. انما حضرتك قليل الادب برخصه قله الادب، عادي انت راجل محترم. بنقول له يا هاني يا رمزي ابعد عن اللعب بالنار. تاريخك معروف، تاريخك معروف من ساعه المسرحيه بتاعت اسكندريه وحضرتك ضالع فيها. ابوك تاريخه معروف، اخوك تاريخه معروف، واختك اللي متواصله وجزء من اجزاء الناس الذين اخرجوا الفيلم المسيء للنبي، الدنيا كلها عارفه صلى الله عليه وسلم. الدنيا كلها عارفه ابوك كان بيعمل ايه في المنيا واخوك بيعمل ايه في المنيا، والناس اللي ابوك حرض على قتلهم لان بنت نصرانيه اسلمت نزلت للمسلم، ابوه حرض اهل البنت على قتل المسلم وقال لهم انا هطلعكم منها وما فيش حد فيكم ياخد اعدام، وطلعهم منها. ابوه كان محامي كبير في المنيا. التاريخ بتاعك هاني يا رمزي معروف، وبقول للاخوان وبقول للسلفيين وبقول لقياده مصر ده لازم يقف عند حده لانه بيلعب بالنار. بقولها بكل وضوح، بقولها بكل وضوح يا هاني يا رمزي، ما تلعبش بالنار. والاسلاميين ليهم طاقه وليهم حد، وعوام المسلمين لا يطيقون ان انت تشبهنا كلنا بالخرفان وكل الاسلاميين خرفان. وروح يا مطيع وتعالى يا مطيع، ومعاه حمزاوي اسمه ايه التاني؟ حمزه، ممدوح حمزه طالع بيلعن ابو اللي جاب البرادعي على النت، وخاين وعميل. ومين ده؟ بقيتوا حبايب دلوقتي يا حمزه، بقيتوا حبايب دلوقتي، وانتوا لسه كنتوا بتلعنوا في بعض. جايب بيقول مطيع وكويسين وكل الخرفان اللي في الشارع كده، الشارع مليان خرفان، تقول له يمين يمين شمال شمال. بقول له يا سيدي طب احنا عندنا سمع وطاعه لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وعندنا سمع وطاعه لقال الله وقال الرسول، وعندنا سمع وطاعه للقائد المحترم في المعروف. قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. وانا عاوز اقف عند الايه دي.